السلام عليكم، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا بسبوسه دمياطي بكل تكاتها وحركاتها، طريه ودايبه وجميله وطريه. اما جربها ان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها ابدا. بسم الله ونقول المقادير. معانا كوبايتين وربع سميد، معانا 3/4 كوبايه سكر، معانا نص كوبايه لبن، نص كوبايه سمنه، ربع كوبايه جوز هند، وربع كوبايه عسل جلوكوز. اول حاجه نعملها في طاسه نحط اللبن على السمنه على عسل الجلوكوز ونقلبهم كويس ونحطهم على النار يسخنوا قبل الغليان على طول، مش لازم، مش هيغلوا، ما ينفعش يغلوا خالص، يسخنوا بس. تمام، هما كده سخنوا اهو، شلناهم من على النار. فينا خطوه ضفنا ليهم السكر وجوز الهند، بس انا صورتهم ومطلعش في المقطع. ونقلبهم بالمضرب كويس جدا لغايه ما كميه السمنه اللي على الوش، طبقه السمنه دي تختفي، تبقى كلها خليط واحد زي اللبن. بعد كده ننزل بقى على السميد، ما نقلبش كتير عشان ما تعملش عرق، نلمها بس كده مع بعضها ونصبها في الصينيه. بس هي دي البسبوسه الدمياطي الجميله. بس بنقلب زي ما انتم شايفين كده بسيط قوي، مجرد بس تلمع مع بعضها. بس بعد كده بنصبها بقى في الصينيه بهدوء، كلها نفردها. ما بتبقاش هي طبعا عاليه قوي. بس بعد كده نرجع بقى الصينيه من جنب، نشيلها كده نخرج الهواء منها. الخطوه دي مهمه برضو عشان نخرج الهواء منها، اللي هي الخبطات البسيطه دي. بعد كده ندخلها الفرن وبنعملها العسل بتاعها الشربات. كوبايه واحده ميه على كوبايه سكر ومعلقه سمنه، مجرد ما يغلوا نطفي عليهم، وهي دافيه كده او سخنه او مجرد الصينيه بتخرج من الفرن نسقيها على طول. بطريقه شايفين انت طبعا بتشرب السمنه بتاع العسل بتاعها كله، ودليل طبعا على النجاح. بس روعه، هتجربوها ان شاء الله تعجبكم قوي. قولي رايكم في التعليقات، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. يا رب تعجبكم ان شاء الله. بألف هنا، مع السلامه.